بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. مشاهدي قناة إسعار في كل مكان، تحية عطرة بحجم الوطن وبمكانة جدة ومحبتها من المملكة الحبيبة المملكة العربية السعودية. نلتقي اليوم في لقاء جديد في حوار خاص مع شخصية استثنائية. اليوم انطلاقة إسعار القناة العملاقة التي ولدت بأسنانها بطموحات شابة وتطلعات كبيرة. نلتقي في أولى حواراتنا مع شخصية استثنائية في كل شيء. الرجل عرفه الناس عبر الهلال، عبر إدارة الأعمال والمال. حوار نحسب بأنه حوار تطلعات والآمال من جدة الحبيبة. لقاء نثق بأنه سيكون خير انطلاقة وخير بداية مع شخصية كان لها الدور الأكبر في دعم السودان والوطن وكل الدعومات التي قدمت لهلال السودان حبيب الملايين. حوار هلالي خالص ووطني كامل. الأستاذ حاتم سر الختم، الرجل الذي عرف بانتمائه للوطن ومحبته للهلال، رئيسا لرابطة أهل الهلال المركزية هنا في مدينة جدة بل في المنطقة الغربية، رئيس رابطة أهل الهلال الحبيبة، رئيس مجلس أمناء جامعة المغتربين، رئيس جالية مجلس الجالية السودانية بالمنطقة الغربية. شخصية كبيرة وعظيمة. نحن سعيدين جدا أنه اليوم القناة تدشن عبره لقائها لكل المشاهدين داخل وخارج ربوع هذه المملكة الحبيبة المملكة العربية السعودية. مرحبا الرئيس حاتم سر الختم، وسعيدين جدا أن تكون ضيفنا اليوم، ولا نخفي إعجابنا بمقدمك وحضورك ونحن في ديارك والعامر، والحديث سيكون عن الهلال وعن الصدارة. فأهلا وسهلا بك في بداية هذا اللقاء. مرحبا بكم، وأنا سعيد كل السعادة بهذا اللقاء الذي يجمعنا بقناة إسعار من الأبناء أننا بفتكرهم دعم قوي جدا للتلفزيون ودعم قوي جدا للصدارة لابن عمار والابن أحمد. الحقيقة يعني أيام بسيطة جدا جمعت بيننا وبين أبنائنا، كانوا فيها يعني متحركين حركة دؤوبة وعملوا عمل حقيقة لم يعمله كبار الصحفيين في السودان، وأنا اليوم يمكن أكثر من 40 عاما. لذلك حينما طلب مني أن أكون على رأس الصدارة وافقت، والله وافقت مش لأنه أول حاجة حبا للهلال وحبا لأبنائي عمار وأحمد، لأنه شعرت بهم عندهم نشاط دؤوب يتحركوا في كل كبيرة وصغيرة. وصلوا أشياء في المملكة أنا يمكن 40 سنة ما وصلت هذه الأماكن يعني. فبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الصدارة وتلفزيون إسعار حيكونوا لهم شأن عظيم جدا بإذن الله. وأنا يعني أتكلم عن الهلال، والواحد طبعا بيعجز إنه يتكلم عن الهلال لأنه أنا من مؤسسي رابطة الهلال مع الكابتن سبت دودو دمور عليه رحمة الله، وأخونا عماد موسى عليه رحمة الله، وآخرون إبراهيم حسن ومحمد عمر كلهم عليهم رحمة الله. والمكتب التنفيذي الآن الموجود لرابطة أهل الهلال في منطقة مكة المكرمة، والذي يعمل به أقطاب الهلال ومحبيه كبار جدا من أحبة الهلال في المنطقة مكة المكرمة. أنا والله سعيد كل السعادة بهذا اللقاء. ولكن إذا أردت أن نتكلم عن الهلال، رابطة الهلال هي الرابطة الأولى في المملكة العربية السعودية، وكان للكابتن سبت دودو دمور السبق الأكبر في تكوين هذه الرابطة. ومن بصقت من هذه الرابطة عدة روابط في المملكة العربية السعودية، كان من بينها رابطة الرياض والمدينة المنورة والجنوب وكل المناطق ومكة، كل المناطق اللي احنا عملنا فيها روابط، وكان بقيادة كابتن سبت دودو حينما كان مدرب لحراس النادي الأهلي السعودي. لذلك أنا يعني بفتكر إنه عملوا أعمال كبيرة جدا للهلال يمكن أن كل الناس يذكروها. نحن الحقيقة ما دايرين نذكرها كلها، لكن ذكرنا منها كثير جدا في لقاءاتنا، بأنه دفع مبلغ أكثر من 150 ألف ريال لغاية بتاعنا الهلال الطيب عبد الله، وكان لبعض الدورات في أفريقيا تم جمعها يمكن في أقل من يومين،
وذهب الوفد بقيادة السيد ودود النور إلى الرياض وسلمت للطيب عبد الله. وأيضا تم تمجيل استاد الهلال بواسطة الرابطة، وأيضا تم بعث عربة للملعب بواسطة وري محوري أيضا وكونتينر كامل للمعدات الرياضية. أنا بفتكر إنه الرابطة قدمت كثير جدا، ولكن تعاقب على الهلال الحقيقة ناس كتار جدا، ما يمكن في ناس ما كانوا مهتمين بالرابطة، وبالتالي الرابطة يعني ظلت صامدة حتى جاء اخواننا الان في اداره الهلال وكان لهم اهتمام، وفعلا كان لهم اجتماعات متواصله معنا، وحتى جاء الامين العام للهلال واجتمعنا به في جده، وبحمد الله جو اخواننا ابنائنا في الصداره وايضا اجتمعنا بهم، وانتقلت انجازات الهلال وانتقلت كل ما يدور في رابطه الهلال على مستوى الاعلام. نحن نشكر اخو ابنائنا عمار واحمد على هذا المجهود الكبير جدا الذي اوضح للناس ان الرابطه رابطه عملاقه وبتعمل بعمل دؤوب حبا في الهلال ولا شيء غير ذلك، وهم كلهم هلالات من قدام اللاعبين. اسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. هذا ما يخص رابطه اهل الهلال. والحقيقه برضو طلبوا مننا انه نعمل لجنه تسييريه للهلال، اضفنا بعض الشباب المميزين جدا في الهلال اضفناهم للرابطه وعملنا لجنه تسيير، ونحن في انتظار انه يتم اجازتها حتى نعمل من اجل جمعيه عموميه تضم كل ابناء الهلال بمنطقه مكه المكرمه وبالمنطقه الغربيه، حتى نشرف على كل الروابط ونكون رابطه مميزه تخدم الهلال وتقف دائما مع الهلال في كل بطولاته ان شاء الله، ويكون لها السبقه المهدفه في نصر الهلال بالخارج او بالداخل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا ما يدور في الهلال. اما ما يدور في اشياء اخرى ان شاء الله كلها حنجاوبكم عليها في هذه القناه. من هذا الدور الكبير جدا البدوية والله العنصريه بتقوم بالعنصريه بكل اركانها. اذا جيت اركان المستشارين اخونا حسين الصادق، اذا جيت الملحقيه العسكريه يقصد الارتباط العسكري اخونا الطاهر ابو هاجه، اذا جيت الطاهر حسب سيزي، اذا جيت احمد يوسف، اذا جيت مدير الجوازات، كل هؤلاء الناس اكون عارف كل هؤلاء الناس نحن والله لما ندخل بنحترم وبنقدر. انا شخصيا ارفع لاخواننا في العنصريه. انا عندي كان زواج ابنه اخي قبل كم يوم هو طاهر، كل العالم دي جات حضرت، يعني ناس متواضعين تاركين الناس يعني ناس ايوه ناس بيحاولوا يقربوا السودانيين لهم عشان يخدموهم، يعني ناس هم دوروا هنا عشان يخدموا السودانيين. احنا نجي السودانيين يكتبوا وبين ناس شواذ. انا بقول لاخواننا في العنصريه هؤلاء الناس لا تهتموا بهم ولا تكترثوا لهم، لانه دول ناس مخربين. انتوا عملكم لانه لو اثروا عليكم اتاثرنا نحن واتضرينا نحن في الجاليه. الجاليه هي العنصريه، ولا يصح لاي زول تقام جاليه بدون عنصريه. الجاليه هي كيان منفصل عن كل شيء، وبالتالي العنصريه هي الجهه الوحيده اللي تشرف على الجاليه. بدون اشراف على الجاليه ما تقدر تعمل اي حاجه، لانه ممكن يحصل اي حاجه ما بتلقى زول يجيب قدامك الا العنصريه، وهي حامل حمى لكل المغتربين بالمنطقه الغربيه. تحيه لاخواننا العنصريين. تحيه يعني زي ليله القدر. تعرف ليله القدر لما تجيك ليله القدر جابت عمار واحمد للاعلام في السعوديه. دي ليله القدر. ليله القدر جابتكم انتم عشان تعكسوا. نحن بالحقيقه عشان انا اكون واضح معك، نحن بيجينا اعلاميين كبار وبيجلسوا معانا وبنعمل لهم ونجمع لهم الناس وبنخسر من جيوبنا مبالغ ضخمه جدا عشان نكرمهم ونضيف معاهم، وبيسجلوا لنا مفاجأ. والله العظيم سنين عملنا ده ما بيتعكس في السودان ولا بيجي. ليه؟ لانه بيتضح انهم هم شغالين بالسياسه. انا بفتكر انكم انتم مما وطأت غضبكم المملكه ما نظرتوا لسياسه ولا نظرتوا لقبليه
ولا نظرت لجهويه ولا نظرت لعنصريه. اشتغلت بمهنيه رغم الصغر سنكم، لكن والله قد فقتم الكبار. انا والله لا اجامل ولا انافق في حياتي. انا اشتغلت في البلد دي قاعد لي كم 40 سنه، بالتالي بقول الحق وما قاعد اخاف من زول ابدا في كلمه الحق. انا اللي اقول لكم الصداره حتنجح والتلفزيون ده حتنجح، حينجح نجاح باهر جدا طالما انتم على راسه. يا سلام، نحن جزيك خير، وهذا الدار يظل عامر بكل اهل السودان. مشاهدي صار في كل مكان، نحن سعيدين جدا اليوم في حضره حاتم سر الختم. نحن نكتب دوما بانه الرجل الهرم. حاتم سر الختم اسم ليس بالسهل، ورجل لا يوجد في اي مكان كرم واهتمام وتقدير واحترام. نحن سعداء جدا وقد يعني وفقنا كثيرا في انه يكون هو ضيفنا في اول حوارات اس ار. شاكرين لطاقم العمل في قناه اس ار الفضائيه، وشاكرين للاخوان المصورين بقياده اخونا احمد حسن الطريفي. بعتقد انه فاق سنه بكثير وله دور كبير جدا في نجاحاتنا، سواء كانت في الصداره والان نحن ننتقل عبر اس ار بشراكه سودانيه سعوديه حقيقيه. شاكرين جدا لحامد مؤذن في مكه المكرمه والفخر السعوديه. شاكرين لكل الشركاء والمتعاونين. تقدير كبير وتحيه اسوقها للاخ المخرج والفني المونتاج الشاطر الشاب الواعد الفاتح ادريس، له مني اطيب تحيه من المملكه العربيه السعوديه. اظن واعتقد بانه سيكون له شان كبير معنا في هذه الرحله الطيبه والرحله المباركه في المرحله القادمه من البلد المباركه. شكرا احمد حسن مره اخرى، شكرا لكل شبابنا، شكرا لطاقم اس ار الذي يعمل في ظروف بالغه التعقيد ولم يتوقف لحظه طيله الفتره الماضيه. لكم مني اطيب تحيه من السعوديه، تحياتنا وطاقم العمل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.